أكثر الأمور اللي تخليني أرتاح نفسيا وأعيش براحة هو إدراكي التام بأن أي شيء لي نصيب فيه راح أخذه بإذن الرحمن. فليش أنت تقلق وتشيل هم الدنيا وأنت عارف بأن الله سبحانه وتعالى لو كاتب لك شيء راح تاخذه. لي اوقاتكم كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كيف ايامكم؟ ان شاء الله تمام. ان شاء الله يا رب الجميع يكون بألف خير وانتم عم بتشاهدوا فيديو اليوم. خلونا نذكر الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، ونصلي على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم رح اخذكم معي هيك فتلة صغيرة بالسوق ونحضر طبخة مع بعض وندردش شوي. طبعا هذا المشوار كان بيوم العطلة، يوم السبت، يعني عطلة زوجي. كل الأولاد معطلين بس أنا ما بعرف ليش أخذه، خلص إنه يوم سبت وأحد هو العطلة عنا. فهون كان في إنه محلات عاملين تنزيلات وهيك. هلا نحن أغلب إنه مثلا لبس وهيك وشغلات للأولاد يعني باخده أنا بالتنزيلات. خلال السنة أنا بشتري، يعني هو في محلات يعني أسعارها مناسبة وحلوة، بس في محلات بتكون أسعارها غالية وبضاعتها يعني حلوة، فبتاخدي من عندهم إنه تنزيلات إنه على آخر الصيف وآخر الشتوية. فهون رحنا، هاي مدينة جنب مدينتنا ما شاء الله كتير كمان حلوة، يعني إنه هي ما كتير كبيرة كمان بس نوعا ما أكبر من المدينة اللي نحن ساكنين فيها. فيها تنوع محلات، سنتروم عندهم كتير حلو ما شاء الله، حتى بيفتح بازار مثل ما شايفين يوم خميس وسبت. هون دخلنا على المحل وانا هون بدي نقي، مشان شفت هديك الفيديو فرجيتكم اشتريت فستان لون اورانج، بس المشكلة ما عم بلاقي فوقه شي، فقلت هون بركي بلاقي قميص او مثلا هيك جاكيت رقيقة، فحاولت ادور بس للأسف ما لقيت. هذا حسيته كتير بخايل، فيعني هسه بدي البس تحته بلوزة وهلا كتير شوب فما خرج. رح تشوفوا كمان لقيت فساتين وحبيتهم بس يعني ما كتير زبطوا. اخر شي اخترت واحد بس، هلا رح تشوفوا. يلا اكتبوا لي بالتعليقات انه برايكم احلى واحد. هذا اول واحد كان لونه ابيض واسود، كتير كتير حبيته، بس رح احكي لكم انه فيه عيب. شو بدك تتفرج؟ دقيقة بس بدي اقيس واحد، اذا طلع منيح برجع. ماشي؟ ها؟ طول بقى، ليش هون ما بيبيعوا هيك شيء؟ جاي المحل فيه حاطط هون العاب، فمحمود قعد نطر رسمين وريتال، بس هو كان بده يدور على شحاطه، بس قلت له انه هون ما في، يعني ما بيبيع هذا المحل احذيه، بس البسه يعني ولادي ورجالي ونسائي. هون كان في محل، هذا المحل بس كلياته للسنوبيا، فشو اسمه انا كنت وعدتهم اني بدي اخذهم على وخلص يختاروا اللي بدهم اياه. طبعا في اشياء حلال في اشياء ما حلال، بس حلاوتهم هون كله مكتوب على، لانه حتى هن عندهم في ناس ما بتاكل شغلات فيها جيلاتين حيواني، فهون في نباتي عندهم، فصرنا نقعد ننقي. فنادى المحل دمار، وخصوصي مع الاولاد بتفوتي ما بقى بتقدري تطلعي. قلت لهم معكم دقيقه كل واحد يشتري اللي بده اياه، بس طبعا مستحيل، اخذنا كتير وقت، خصوصي انه بدنا هلا هن كاتبين على قدام كل نوع انه شو هو شو شوفي تحت. لا ما بقى في، لا هدول لا كلهم لا. تعالي يلا تعالوا نمشي، تعالوا نمشي لنشوف قدام شو في. ليكي من هاي فيقة اذا بدك. مش عايزة ايه؟ عم شوف انا ليكي. هاي تعالي، هاي هدول الازرق الفوق فيقة، بدك تسلي منه؟ لا ريتال لا. ايوه قصتنا. وين اللي تبعين القهوة محمود؟ بونبون القهوة ما في كأنه. تعي بدك من هاي؟ بدك من هاي؟ بدك من هاي الملونة؟ كمان فيقة؟ اعطوني وحدة لاعطيكم اجيب لكم. لا هي لا، هي لا. ها تعي خدي، تعي خي افتحي كيسة. ماما هاي هي نفسها مشان انا ساعدك. ليش طلع معك؟ ما حتى ريتال فرجيني. واو. يلا روحوا ادفعوا حقهم. ما خلصنا رحنا عن المحل السوري، بدنا نشتري. هون في محلين هلا رح ندخل عليهم ناخذ شوية اغراض باذن الله. قبل ما اكفي معكم الفيديو ونتساير، هلا انا قناتي الحمد لله رب العالمين يعني بالبداية، وان شاء الله يا رب دعمكم ومحبتكم بتكبر. بس حابة احكي لكم عن قناة، وبتمنى اي حدا بيشوف الفيديو فضلا وليس امرا يروح ويشترك عندها، قناة يوميات فلاحة فلسطينية.
عن جد كتير كتير هالإنسانة يعني محترمة والله العظيم ومحبة للخير كتير. فيديوهاتها كلياتها بسيطة. فبتمنى انكم تشتركوا عندها كل مين بيشاهد الفيديو. الله يسعدكم يا رب. رح قناتها بأول تعليق بإذن الله. هلا أنا ما فيني ثبت، ما بعرف شو المشكلة بالقناة، ما عم بقدر ثبت تعليق. فكمان اللي بيعرف من أصحاب القنوات يا ريت يحكي لي، مع إني أنا عاملة تحقق بخطوتين بس ما عم يمشي الحال. طبعا بدي إياكم تدعموها إن شاء الله يا رب. ولو إنه قناتي بسيطة بس إن شاء الله يعني كل ما كبرت شوي بإذن الله أكيد أنا ما رح أنسى الناس اللي وقفت جنبي، لأنه عن جد هي الإنسانة الوحيدة سبحان الله اللي دعمتني. وسبحان الله كثير بيجي انتقادات وعن جد عندها بالقناة بتحسوا لأنها بسيطة. هلا لو الناس انه كيف بدي لكم يعني هيك انا حابة احكي معكم هذا الموضوع، انه عن جد بس الانسان الواحد يشوفوه هيك بسيط بصيروا بدهم يحاربوا، ووقت اللي بيشوفوا الوحدة كمان كتير كتير اوفر كمان ببلشوا بيحاربوا. فعن جد الناس بتحسوا انه دائما في ناس هيك بس نوع معين فئة معينة يعني كأنها مخلوقة بس من شان تضل تنتقد العالم، تضل توجه لهم كلام. بحس هاي الفئة من الناس عندها نقص أو شيء ما بعرف يعني بحياتها أو فيها بشخصيتها، حتى بتحب دائما تهز الناس بكلام يعني ما حلو، وإنه مثلا يخلوهم يفقدوا ثقتهم بنفسهم. لا بالعكس، هيك ناس لازم تخلينا نقوى ونكون بالعكس إيد وحدة ومع بعض مشان ما حدا يكسرنا بإذن الله. فعن جد لازم نقول لهم ستوب، ما العتب على الغريب اللي مثل ما بيقولوا عم بيعمل مشاكل معنا أو عم يفرقنا ببلادنا أو شيء. فلازم نحن كل ما شيء عن جد يعني كل ما أنه كثرة الشدائد مثل ما بيقولوا الواحد يتمسك ببعض أكتر. هذا الفيديو البسيط ومن قناتي بنقول لك يا أم محمد نحن ما بدنا إياك تسكري القناة أبدا، وبتمنى أنه عن جد تفوتوا تدعموها ونحن معك للنهاية بإذن الله. وأي إنسان بيغلط بحق التاني عن جد رب العالمين ما رح ينساه، والله إن الله يمهل ولا يهمل صدقا. يعني رب العالمين ما وعدنا بشيء وحاشا لله إنه يخزلنا بإذن الله. كتير بزعل وقت اللي انه مثلا الناس البسيطة كتير بتجيها انتقادات وهيك، بينما مثلا في ناس انه هيك الفشخرة وهيك الناس بتركض لعندها بس لانها مفشخرة وما بتعرف بالنهاية ورا الكاميرا شو بيكون موجود. احكي هذا الكلام فشت خلق هيك وطبعا كمان توجيه كلام لأم محمد لأنه ما تترك اليوتيوب، لأنه هيك ناس بيمثلوا حالهم بس. وإن شاء الله يا رب هيك الله يكتب لنا خير ويعطينا الصحة والعافية يا رب. هلأ بنرجع لطبختنا بعد ما رحنا على السوق واشتروا الأولاد وجبنا أغراض للبيت. اخر الشي جبت باذنجان، زوجي ما كان شايف انه في على جنب باذنجان، رجعت انا جبت لاني كتير حابه اعمل هي الاكله. هلا في ناس بتقول لك كواشي، ناس بتقول لها مطبق باذنجان او كباب باذنجان، يعني ما بعرف والله. فانا حابه اني هيك ساويه مثل ما شايفين، قطعت الباذنجان هيك قطع ما بدي اقلي شيء ابدا كلياته ني. واللحمه حطيت لها ملح فلفل ابيض بهارات السبعه وبقدونس، معلقة دبس فليفلة عفوا، معلقة دبس فليفلة، دبس البندورة آخر شي بدي أحطه. والله مثل ما شايفين صرت هيك كبكبة على يعني على قرص الباذنجان، هيك رصهم كلياتهم على بعضهم. للأسف صينية الفرن كتير يعني واطية، إنه الحرف اللي إلها مانو عالي فما خرج إني حط فيها، فحطيت بجات البيركس انه جات البيركس حرفه عالي برغم انه ما كبير، فاضطريت اني احط انا صيني يعني جاتين بيركس لانه مثل ما عم لكم الصينيه يعني حتى هذا المحل العربي جيت لحتى اشوف اذا عنده صينيه حرف عالي ما لقيت. انا عندي صينيه حرف عالي مدوره بس ما بتفوت بالفرن يعني كبيره، عرفتوا كيف؟ كنت جايبتها للفرن القديم، كان عندي فرن غاز قديم بالبيت القديم جبته معي على البيت الجديد، بس للأسف هون لغوا الغاز كلياته عنا بالبيت. يعني هون شوي شوي عم بيلغوا الغاز، عم بيخلوا حتى انه كله على الكهرباء. هيك والله ما عم بلاقي صينية كبيرة في بالأكشن، بس بحسهم كثير رقاق يعني ما خرج، بشكل رح اضطر اني اجيب منهم او جيب جات بيركس كبير. فلنشوف رب العالمين شو بيسر. هلا انا ناطرة بقى الاولاد ليروحوا على المدرسة، ما عم بقدر اروح لا على اكشن ولا على شي،
لأنه شفتوا وقت اللي عم أنزل حتى مع زوجي يعني بالويلات لحتى نمرق اليوم والتسوق، لأنه الله يحميهم بتعرفوا أنتوا السوق مع الأولاد غير الشكل. فإن شاء الله بس بقى يداوموا وبصير بروح وبشوف يعني إنه شو لازم لي أغراض وهيك نتسوق مع بعض عروة. هون صارت طبختنا جاهزة والوصل معي لهون. بتمنى انكم تكونوا ما نسيتوني من اللايك وتعليق حلو مثلكم. الله يسعدكم يا رب، وتشيروا القناة لرفقاتكم واصحابكم لحتى ان شاء الله تكبر قناتي بدعمكم ومحبتكم ونصير كلياتنا عيلة وحدة بإذن الله. واذا كنتوا جداد واول مرة بتشوفوني بتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد انا بنزله. هلا ما كتير عم شارككم تنظيفات وهيك لانه والله كتير يعني الله يحميهم الاولاد بتعرفوا يعني يا دوب بركض ركض لحتى اشتغل وخلص الشغل وهيك، بس مع التصوير بياخد كتير وقت. فان شاء الله بالايام الجايه رح نعمل روتينات تنظيف وترتيب وكل شيء باذن رب العالمين. بس ان شاء الله يداوموا بالمدرسه وقت اللي بيكونوا مثلا مداومين بيصير التصوير غير من هلا، يكون اسهل. ويعني انه الواحد ما كتير بيتلبك بالولاد بيحط الكاميرا وهيك بتعرفوا انتوا الوضع. فهون خلصت اكلتنا ما شاء الله، حطيتها بالفرن، حطيت لها صوص دبس بندورة مع دبس رمان وملح وشوية فلفل لاني انا ما كنت مبهرة الخضار. وفينكم تحطوا كمان بطاطا يعني حسب انتو كيف تحبوا. طبخت جنبها رز بشعرية وعملت مقلوبة صغيرة لمحمود بدون لحمة وبدون فروج لأنه ما بياكل هذا الأكل. يمكن صرتوا بتعرفوا الحكاية والقصة. فالحمد لله رب العالمين، الله يديم النعم ويحفظها من الزوال. شايفين ما شاء الله كله مستوي يعني ما بحاجة انه نقلي ولا تطلع كتير تقيلة. كتير مشتهيتها لهالأكلة سبحان الله. آخر شي قلت رح شوفها بمنامي بس الحمد لله رب العالمين كتير كتير طلعت طيبة. اكتبوا لي بالتعليقات انتوا بتساووا بهي الطريقة ولا بتساووا بطريقة مختلفة. طبعا لازم نعمل كل يوم سهرة تسنيم عندي بالأحوال العادية، يعني وقت بيكون في مدرسة كل جمعة بتقلي خلينا نعمل سهرة وهيك شغلات. فاليوم قلت لها خلص رح أعمل لك بوشار وعملت قهوة. هذا البوشار كتير مريح يعني بالميكروويف، بس بنحط الكيس تقريبا شي 3 دقايق وبيجي جاهز. يعني مشان انه بعمل احيانا بالطنجرة بس حسيته هذا اسهل. نيم عندها انه نعمل سهرة نحط بوشار، بعد شوي بدها مثلا بتجيب فواكه هيك شغلات، فحسب كيف بتكون حابة. المهم انه نقعد ونتسلى. فهون جهزت لهم بوشار وحطيت قهوة الي عملتها، طبعا ما عملتها معكم لاني عاملتها قبل بمرة. خبروني فتحت عندكم المدارس ولا اسا؟ هلا هون نحن عنا بهولندا في مقاطعات يمكن هذا الاسبوع رح تفتح ونحن اسا ل 2 سبتمبر. كل بلد وكل مقاطعة بيفتحوا شكل، يعني حتى يعني انه هون بهولندا او حتى المانيا كل مقاطعة بتفتح شكل، فهن بيوزعوا العطل حسب المقاطعات. كل سنة كمان بتتغير من مقاطعة لمقاطعة. فالحمد لله رب العالمين نحن اسا في وقت يعني، وهلا عم نحاول يعني ناخذهم للاولاد وعم نروح على البحيره وقت اللي بيكون الطقس، لانه هلا صاير الطقس ميكس الحمد لله، يوم برد يوم شوب، يوم برد يوم شوب. فان شاء الله هيك يضل الطقس حلو مشان يعني انه نروح يعني كذا محل، وخصوصي انه هلا زوجي بده يعطل. فالحمد لله رب العالمين. الله يديم علينا النعم. وهيك كان فيديو اليوم. الله يديم علينا النعم ويحفظها من الزوال يا رب. وإن شاء الله بنلتقى بفيديو جديد وإنتو أنا بأفضل حال يا رب العالمين. وسلام.